نادي بيراميدز نجح نجاح كبير جدا ان يبقى عنده جماهير. اللي بيقول لك ان نادي بيراميدز ما عندوش جماهير ده لا، انا اسف اللي انا قلت قبل كده. استطاع نادي بيراميدز ان يستقطب عدد كبير من جماهير الزمالك، واعلام الزمالك بقى داعم جدا لنادي بيراميدز، وده هيأثر على الزمالك. يا ابن اللعيبه يا فاجر. نادي بيراميدز استطاع ان يتنافس مع النادي الاهلي، ولم يجد جماهير الزمالك ولا بعض اعلامي مفر الا من دعم بيراميدز حتى يكون لهم كلام مع النادي الاهلي. هذا كلام واقع وهذا كلام حقيقي. وبالتالي النهارده ترتيب الثلاثه: الاهلي المرشح رقم 1، بيراميدز المرشح رقم 2، الزمالك رقم 3، وده حال الدوري اخر 3 4 سنين. حول ولا اضرب كف بكف يا حاج، لا حول ولا قوه الا بالله. عشان تمام قوي. اولا الكلام اللي بيقوله الاستاذ ايهاب كلام عاري من الصحه. نادي الزمالك، وده الفرق ما بين ده الفرق ما بين اعلاميين الزمالك وجمهور نادي الزمالك ومسؤولين نادي الزمالك والنادي الاهلي. ده الفرق اللي انا هقوله ده. انا حمار وغبي الحمد لله رب العالمين، الاثنين حمار وغبي. الفرق ان احنا بنشجع على المنافسه، ما يهمناش مين ينافس، يهمنا الكوره الحلوه، يهمنا يعني بتشجع بيراميدز، بتشجع بيراميدز مع الزمالك، يهمنا المنافسه الشريفه. يعني لما بيراميدز يدخل منافس احنا كزمالك ما نعاديهوش. وانت ماشي كده في الحاره تتسخط كلب، لا كلبك وانت عشان كل كلاب الحاره يجروا وراك.